بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد سمعت صوتية لعرفات المحمدي هداه الله، هذا الرجل الذي يعتبر من أساطين الفتنة على أهل السنة في دمات ومن إليهم، الذي كان السبب في تسمية أصحابه بالبرامكة، لأنه كان بداية يكتب باسم البرمكي حتى ظهر في البيان الفوري، وقد ملأه بتورات وأكاذيب، وقد رد عليه بحمد الله تعالى في هذا وفي غيره، وله بين الحين والآخر قضية يثيرها، ومن أواخر ذلك تفصيله في قضية التصوير، وهو ما سنقف عليه مبينين تدليسه وتغريره وتطويع كلام العلماء لهواه، طريقة الزائغة قلوبهم، نسأل الله العافية والسلام. يقول: مسألة التصوير مسألة مبحوثة ومدروسة ومعروفة. نعم، مبحوثة ومدروسة، بما لا نحتاج مع ذلك البحث والدراسة إلى تفصيلك السقيم وكلامك الغير مستقيم. في صور أجمع عليها العلماء لا يختلفون فيها، وهي الصورة المعلقة المجسمة. أولا، ما كل مسألة مختلف فيها تهون من شأنها هداك الله، وكأنه لا يحذر إلا من المسائل التي أجمع العلماء على تحريمها، وهذا في غاية البطلان. وهذه التربية منك تنشئ لنا جيلا إذا حذر من أمر نهى عنه الله أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقف قائلا: هل أجمع العلماء على ما دل عليه هذا النص من النهي؟ فباختلفوا، فإن اتفقوا وقف حذرا، وإن اختلفوا أخذ بما يوافق هواه بحجة أن العلماء لم يتفقوا، وهلم جرا. فما كل خلاف يوقف عنده، فكثير من الخلافات تكون في مورد النصوص الصريحة، ويكون القول الصائب هو قول من أيده الدليل، ومن خالف ذلك من أهل الاجتهاد فيعذر لعدم بلوغه الدليل، كما اعتذر لكثير من الأئمة بذلك، أو لقصور فهمه عن الصواب فيها مع إرادته الحق، وهو معذور مأجور، ومقلده لغير دليل معاتب موزور غير مأجور. يعني أنا أقصد أي مسألة لا بد لطالب العلم أن يدرسها دراسة حتى بعد ذلك ينكر. إن كنت تقصد بالدراسة النظر في الدليل وفقهه ومطابقته لما يستدل عليه مستأنسا بفهم السلف فنعم، وإن كنت تقصد بالدراسة النظر والتحرير خلافات العلماء، وربما يفضي هذا إلى تتبع زلاتهم أحيانا لهوى في نفسه، فليس هذا بصحيح، وليس هذا بلازم، وليس هذا يفسره كل إنسان، وهذا التأصيل منك محدث. الآن عندنا أحاديث في النهي، كلنا يعرف هذه الأحاديث، لكن هذه الأحاديث التي وردت في النهي هل تنطبق على هذه الصور التي نحن الآن نراها ونتناقلها أو لا؟ نعم، تنطبق في قول عامة العلماء، والخلاف قليل وضعيف في بعض الصور فقط، وكما سبق التنبيه لا يتساهل في المسائل التي وردت فيها النصوص الثابتة بذريعة اختلاف العلماء وعدم إجماعهم. حتى هذه الصور المسطحة ليست مجسمة، إذا قرأنا في كتب الفقه يختلفون. المالكية مثلا ينصون على أنه يجوز الصور المسطحة، الصور هذه العادية، يعني الصورة مسطحة ليست مجسمة. هذا غير صحيح، فالذي نص عليه المالكية الكراهة للإباحة، كما تقول في الذخيرة للقرافي في المجلد 13 صفحة 285 قال: والمحرم من ذلك بإجماع ما له ظل قائم على صفة ما يحيى من الحيوان، وما سوى ذلك من الرسوم في الحيطان والرقوم في الستور التي تنشر، أو البسط التي تفرش، أو الوسائد التي يرتفق بها، مكروهة وليس بحرام في صحيح الأقوال. طيب الآن التصوير هو هل الإنكار على المشايخ مثلا لأنهم يصورون في المسجد؟ طيب أين الصورة؟ لا توجد صورة في المسجد. سبحان الله، ليهنك الفهم السقيم يا عرفات، لقد قلت ما لم يتفطن أن يقوله من قبلك من المتساهلين. يعني لا ننكر لأننا لم نرى صورة معلقة، أما أن نصور أو نرى من يصور فلا ننكر. عجبا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
لهذا النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وجد عندها ذاك الستر وقد علقت عليه صورتين، فغضب وأمر بها فأنزلت وشقت، ثم كان يتكئ عليها، صارت كالفراش يجلس عليها وموجودة الصورة. أولا يا عرفات، من فقه الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها اتخذت النمرقة ليقعد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوسدها، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء في رواية مسلم من نفس الحديث أن عائشة جعلتها مرفقتين وكانت قد سترت بها، فلا يعني ذلك بقاء الصورة، وإلا لكان بين الحديثين تعارض. كيف يأبى أن يجلس على الصور ويتكئ عليها ثم يتكئ على الوسادة وفيها الصور؟ وعن هذا الاحتمال يجيب العيني رحمه الله تعالى كما في عمدة القاري شرح صحيح البخاري في المجلد 22 صفحة 73، قال: وقال بعضهم: وظاهر حديثي عائشة هذا والذي قبله التعارض، لأن الذي قبله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه الصور بعد أن قطع وعملت منه الوسادة، وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلا. قلت: لا تعارض بينهما أصلا، لأن هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا من حديث عائشة كما ذكرنا الآن، وفيه فجعلته مرفقتين، فكان يرتفق بهما في البيت، فهذا يدل على أنه استعمل ما عملت منها وهما المرفقتان. فالتي جلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليست الصورة يا عرفات التي أبى أن يجلس عليها كما في الحديث نفسه، وإنما ما صنعته عائشة من الوسادة. وكيف يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه على عائشة وينهاها أشد النهي عن الصور، ثم تعود فتصنع له وسادة فيها صورة، وكونه يبقى فيها أثر الصورة بعد التقطيع أو بعض الأجزاء من الصورة لا مانع من ذلك، وهذا ظاهر الحديث. وقد يقول قائل: من قال بهذا الفهم؟ أقول: قد أشار إليه القرطبي في المفهم، غير أنه لم يرجح في المسألة كما في المجلد 5 صفحة 428. قال: يحتمل أن يكون هذا التقطيع أزال شكل تلك الصورة وأبطلها فيزول الموجب للمنع، ويحتمل أن تكون تلك الصورة أو بعضها باقيا، لكنها لما امتهنت بالقعود عليها سامح فيها. وقد ذهب إلى كل احتمال منها طائفة من العلماء، والحق أن كل ذلك محتمل. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في فتح الباري في المجلد 10 صفحة 390 ضعف الاحتمال الآخر وأيد الاحتمال الذي ذكرناه، فقال رحمه الله تعالى عند شرح الحديث: وظاهر حديثي عائشة هذا والذي قبله التعارض، لأن الذي قبله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه الصور بعد أن قطع وعملت منه وسادة، وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلا. وقد أشار المصنف إلى الجمع بينهما بأنه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يوطأ من الصور جواز القعود على الصور، فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة ما لا صورة فيه، ويجوز أن يكون رأى التفرقة بين القعود والاتكاء. ثم قال الحافظ: وهو بعيد. ويحتمل أيضا أن يجمع بين الحديثين بأنها لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلا فخرجت عن هيئتها، فلهذا صار يرتفق بها. ويؤيد هذا الجمع الحديث الذي في الباب قبله في نقض الصور. وقد قرر هذا الفهم الإمام الوادعي رحمه الله تعالى كما في رسالته حكم تصوير ذوات الأرواح في صفحة 68. الذين حرموا الصور على رأسهم إمام الدنيا في زمنه الشيخ ابن باز، أليس كذلك؟ وألف رسالة القول المفيد في تحريم التصوير. هل الشيخ ابن باز أوصى الدعاة بالتصوير مع أنه يقول بالتحريم وأشد من يحرم؟ نعم، وقفت على عدة مواضع من كتبه في المجموع وفي الفتاوى العلمية. بالنسبة للإمام ابن باز رحمه الله تعالى فكما ذكرت أنه ممن كان يشدد بل ويحرج في مسألة الصور، ولا يبيح منها إلا ما دعت الضرورة إليه بما يشبه الإكراه. وأما بخصوص ما نقله عرفات عن الشيخ رحمه الله أنه رأى من الحاجات أيضا الظهور على التلفاز للدعوة إلى الله، فهذا صحيح عن الشيخ، لكنه غير صحيح أن ذلك من الضرورات كما بينه غيره من العلماء كالألباني رحمه الله تعالى والشيخ مقبل رحمه الله، وكذلك شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، وغيره من العلماء كثير، ومنهم علماء يعترف بهم وبجلالتهم عرفات نفسه. فإن الناس لا يحتاجون إلى صورة الداعية ولكن يحتاجون إلى علمه،
وقد انتشرت دعوة الشيخ ابن باز في العالم ولم يكن يظهر في التلفاز إلا ما ندر، وكذا الألباني رحمه الله ملأ الدنيا علما بصوته لا بصورته، وكذلك الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وكثير من العلماء ممن مات وممن لا يزال حيا. إذن المصلحة ليست متوقفة على صورة العالم أو الداعية حتى نقول من الضروريات. الشيخ الألباني أيضا إمام الدنيا في زمنه، أليس هو يرى التحريم؟ وفي كتابه آداب الزفاف تكلم عن هذا. الشيخ يقول إذا كان سيحصل هذا التصوير وفيه فائدة للأمة لا بأس. فقالوا كيف يا شيخ؟ قال مثلا يصورون صفة صلاة النبي. بالنسبة لكلام الألباني رحمه الله فليس واضحا في جواز التصوير والظهور على الفضائيات، وكلامه كثير في تحريم التصوير، وكان يسمي التفريق بين التصوير الفيتوغرافي والتصوير باليد ظاهرية عصرية. ابحث المسألة أولا بحثا دقيقا، وانظر ما هي الصور التي تحرم تماما متفق عليها والصور المختلف عليها، ثم اجمع الأقوال وادرس الأدلة ثم انظر في المسألة. بحثنا المسألة يا عرفة بحثا دقيقا، فوجدنا أن التصوير بجميع صوره أنواعه دائرة بين التحريم والكراهة عند عامة العلماء، ووجدنا الأدلة نحو 20 حديثا أو تزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم التصوير، ذكرها الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في رسالة له بعنوان حكم تصوير ذوات الأرواح، وذكر الشبه وأجاب عنها رحمه الله. شيخنا الشيخ ربيع يحرم الصور ولا يتصور ولا يرتضيه، يزوره الفوزان يزوره المشايخ، لم يقل لهم لماذا تتصوروا. لماذا لم تأخذ بقول شيخك الشيخ ربيع في هذه المسألة وهو الحق، لكن لم يوافق هواك؟ لما ابتليتم بالتصوير وأدخله عليكم بعض المتساهلين ذهبتم تبحثون من قال به من العلماء، مع أنكم تعلمون أن أغلب مشايخكم على المنع مطلقا، لكنه الهوى يا عرفات. أما سكوت الشيخ ربيع وأنه لم ينصح فهذا من أضعف الأدلة. أولا لا يشترط أن يسمعك النصيحة، ثانيا الفوزان نفسه ممن يرى تحريم التصوير مطلقا، وبخصوص كونه يتصور يجيبك هو حفظه الله تعالى فيقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال تكرر وهذا واحد منه. يقول: يحتج كثير من الناس أو يقول كثير من الناس هذه الأيام إنكم قد رجعتم عن فتواكم بحرمة التصوير بكافة أشكاله، ويحتجون على ذلك بظهوركم في بعض القنوات الفضائية وتصوير محاضراتكم. يكذبون، أنا ما ظهرت في أي فضائية، ما ظهرت ولله الحمد في أي فضائية. أما إنهم يأتون ويأخذون من المحاضرة يأخذون وأنا ما أذنت لهم ولا حتى ما دريت عنهم، هذا اسمه عليهم، اسمه عليهم. أما إني ظهرت في فضائية فهذا كذب، أنا ما ظهرت ولله الحمد في أي فضائية، رغم المحاولات معي ما أجبتهم بذلك، لأن يشوف اللي هم خدعوا أوقعوهم في أغلاط وأوقعوهم في بلاوي، سلطوا عليهم الناس. هي خبالة، هذه الفضائيات خبالات، احذروا منها. نعم. فمجال الدعوة يا إخوة العلماء هؤلاء كلهم وهم كبار علماء في الدنيا رأوا أن الأمر سائغ، وهذا تضخيم وتهويل وتلبيس. يا أخي كبار علماء الدنيا من أهل السنة لا يرون الأمر سائغ كما تقول، وإن رخص بعضهم في بعض الحالات والصور. والسؤال يا عرفات الآن، كبار علماء الدنيا من أهل السنة الأصل عندهم المنع أو الجواز؟ ثانيا ما هو الذي اختاروه لأنفسهم، التصوير أم عدمه؟ ثالثا من صور منهم فهل هو راض عن ذلك الفعل مبيحا له متساهلا فيه أم كارها؟ اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. وقد ذكره صاحب كتاب المجالسة وجواهر العلم المجلد الرابع صفحة 440 عن الخليل رحمه الله تعالى. فقد قيل في بعض أفعال الصحابة رضي الله عنهم: لنا ما رووا لا ما رأوا، وذلك إذا ظهر بين قوله وفعله التعارض. فمن ذكرت من العلماء لنا ما رووه وقرروه لا ما فعلوه، فقد يكون لهم عذر لا نعلمه من عدم رضا أو نحوه. لا تستعجلوا في هذه المسائل، انظروا إلى طريقة العلماء سيروا عليها. نحن سائرون على خطى العلماء من الحذر والبعد وعدم التساهل، وأنت وأمثالك سائرون على خطى من في هذا التغرير والتهوين. ثم ها هو الإمام الوادعي رحمه الله وجميع مشايخ وعلماء السنة في اليمن على هذا، ينكرون على من يتصور أو يتساهل بالتصوير أو يتساهل في الفتوى به. واقرأ مقدمة رسالة حكم تصوير ذوات الأرواح من صفحة 3 إلى صفحة 5
وهو يوجه نصائح للعلماء الذين يتساهلون في هذا الأمر، ويستفيد الحزبيون من فتاواهم ويحتجون بها على أهل السنة، وذكر قضية التصوير. الأمر فيه سعة نوعا ما. أي سعة يا هذا؟ ما هذا التهوين؟ أي سعة والمسألة فيها لعن وعذاب؟ حتى الذين رخصوا ما قالوا بقولك هذا، بل قالوا فيه حرج وضيق وكراهة، ثم قال بعضهم للحاجة والضرورة أو المصلحة الراجحة. لا بأس، فادري ما معنى فيه سعة، أو أنك لا تدري ما تقول. إنه الهوى يعمي ويصم، نسأل الله العافية والسلامة. تعديتم هذه المرحلة، فما هي المرحلة القادمة؟ فيكفيكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بما فيه ينضح.